بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقداره العظيم. تعالوا حبايب قلبي نشوف مع بعض النهاردة هنعمل أكلة تحفة تحفة جدا كمان مش تحفة بس. ليه بقى يا رنودي؟ تعالوا شوفوا الكمية دي كلها عملناها من قد إيه لحمة مفرومة. تعالوا بقى هاتوا ربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة بس يا رنودي، أيوة، ربع كيلو لحمة مفرومة وفلفلتين خضر وبصلاية ونص قرن شطة. تعالوا مع بعض بقى نبشر أول حاجة كده البصلة بتاعتي زي ما احنا شايفين. وكالعادة أيها السادة الكرام المتابعين حبايب قلبي هنقول مع بعض دعاء، وهو اللهم اعطني الرضا كأني أملك كل ما أتمنى، وارزقني الفرح كأنني لم أحزن أبدا يا حبيبي يا الله. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا حبيبي يا الله. وننساش يا حبايب قلبي نوحد الله ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ويا ريت يا حبايب قلبي فضلا وليس أمرا ما ننساش اللايك والاشتراك وأحلى كومنت من أحلى متابعين. وهنا بشرت البصل ونزلت بيه على اللحمة وجبت الفلفل الأخضر، ببدأ إن أنا أقطعه ترانشات كده صغيرة. هعيد عليه تاني طبعا عشان أنا عايزاه قطع صغننة جدا، يعني لو نقدر كمان نبشره يبقى أفضل. يعني عايزة مكوناتي تبقى دايبة في بعضها كده مش باين منها قطع. بجد يا جماعة والله الأكلة دي عايزة أقول لكم موفرة ومدبرة جدا جدا جدا. جربوها ومش هتندموا. زي باقي وصفاتي كده بتبقى جميلة بجد. ودي بشر طماطمتين برضو نزلت بيهم مع الفلفل الأخضر ومع البصل، ونزلت بمعلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة بهارات، وهنزل بمكعب مرقة دجاج وابدأ بقى اعجن يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هندمج بقى المكونات بتاعتي مع بعضها كده زي ما احنا شايفين. وهنا نزلت بربع معلقة بيكنج باودر على اللحمة برضو وكملت دعكة. يا حبايب قلبي هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا وهقول لكم المقدار الصح والمظبوط اللي المفروض نتبعه. معلقة دقيق واحدة على 3 معالق بقسماط مطحون، تمام. وهنحط عليهم معلقة نشا برضو صغيرة، وهنقلب مكوناتي مع بعضها. ونزلنا بربع معلقة ملح على المكونات دي. احفظوا المكونات بتاعتي معلقة واحدة دقيق على 3 معالق بقسماط. ليه بقول لكم المقدار ده؟ لان انا حسيت ان انا زودت دي بتاعي المفروض لا اقل، يبقى المقدار بتاعه المظبوط زي ما احنا ما قلنا معلقة دقيق على 3 بقسماط، ومعلقة ملح طبعا ومعلقة نشا صغير. هبدأ بقى اجيب اللحمة المفرومة بتاعتي واكورها كده بعوز ايديا زيت زي ما احنا شايفين علشان اقدر ان انا اتملك فيها. وهبدأ ادورها زي ما احنا شايفين وهنزل بيها في البيض. بصوا انتوا ممكن تمسكوا القرص على ايديكوا وبفرشة تعصيها برضو من اللي هو من البيض. طبعا البيضة دي كانت عندي حطيت عليها شعرة ملح وشعرة فلفل اسمر. بجد مش عايزة اقول لكم الوصفة دي عملت معايا كمية قد ايه. انتوا دلوقتي هتشوفوا بعينيكوا ربع كيلو لحمة مفرومة عمل معانا قد ايه. بجد انا يعني كنت مذهولة من النتيجة، يعني ما كنتش مصدقة ان ربع كيلو يطلع منه ده كله. زي ما احنا شايفين بنقلبها في البقسماط وهي هتحس ان هي طرية معاكي. ابدأي انت شكليها يعني، بس طبعا يعني ايه بالراحة كده، وتبدأي تشكليها برضو تعدلي الرسمة بتاعتها اللي هي المدورة كده زي ما احنا عاملين. ايوه على ايدك كده بتاخديها بتكملي بالراحة كده لان مهما كان دي لحمة مفرومة يعني ايه طرية.
أيوه. شوفوا بقى الكمية بسم الله ما شاء الله اللي عملها ربع كيلو لحمة مفروم، مش مصدقين صح؟ أنا كمان ما كنتش مصدقة. هتجيبي زيت طبعًا سخن زي ما إحنا شايفين، مش كتير ولا أي حاجة، هنسخّن الزيت وأول ما هننزل بيها كده هاحط الأول الحاجة بتاعتي بقية أقراص اللحمة المفرومة. بسم الله الرحمن الرحيم طبعًا. آمم، بس هيبدأ زي ما إحنا شايفين بيطلّع كده فقاقيع من السخونية، هابدأ أوطّي النار عليها، تبدأوا توطّوا النار عليها، ليه يا رنودي؟ علشان خاطر أنا عايزة اللحمة بتاعتي طبعًا تستوي، وزي ما إحنا شايفين كده اللحمة بتاعتي بدأت تنفش وبقت جميلة. إن شاء الله المرّة الجاية أنا كمان هاعملها بنفس الطريقة اللي أنا هاقولها لكم، هاحط مع البقسماط الناعم هاحط خلطة المقرمشات بتاعة البانيه، هاجيبها وتحطوها في الخلاط تضربوها بس ضربة، تنعموها تبقى قريبة من سمك البقسماط، وتقوموا حاطينها مع بقسماط وتقلوا بيها، بدل الدقيق والبقسماط هيبقى كورن فليكس وبقسماط ناعم، بجد هتبقى تحفة معاكم، تحفة، تحفة بجد، وهيبقى مقرمش عن كده كمان. بس برضه الطريقة دي مش وحشة، ليكِ مطلق الحرية، عايزاه مقرمش عن كده هتقومي جايبة له اللي أنا قُلت عليه، اللي هو مقرمشات البانيه، وتقومي ضارباها في الخلاط قريبة لسمك البقسماط. وهنا حبايب قلبي زي ما أنتم ما شايفين نفشت معايا اللحمة وبقت جميلة وتحفة، بسم الله ما شاء الله بجد، ولا طعمها ولا روايحها، أنا عايزة أقول لكم إبراهيم داخل المطبخ ويقول لي: "يا روايحِك يا ماما، يا روايحِك بجد." تحفة بجد تحفة، بسم الله ما شاء الله. وهنا بنقلي زي ما إحنا شايفين قليت الكمية بتاعتي تقريبًا كلها، وهنا بقى الحلويات والتركات، وآدي الكفتة البانيه بتاعتي زي ما إحنا شايفين، ومعاها طبعًا سلطة طحينة، ضبطت حبة سلطة طحينة كده بجد لا تقولوا لي مطاعم ولا غير مطاعم، ودلوقتي بقى هندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة مستوية بره وجوه ازاي، شوفوا الجمال، وما تحسوش ان في كفر مش مفصول عن اللحمة، لا هو كلها قطعة واحدة. دلوقتي بقى نغمسها بسلطة الطحينة، بسم الله ما شاء الله. مم. تحفة تحفة عاوزة اقول لكم تحفة. ان جامدة 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 جامدة. عايزة اقول لكم ان انا تقريبا القطعة دي دوقت منها ولادي من كتر ما ريحتها شداهم، بجد تحفة بسم الله ما شاء الله. جربوها ومش هتندموا، وعارفين يعني ايه ربع كيلو لحمة مفرومة يعمل معاك الكمية دي، يعني هتبسطي نفسك وولادك وجوزك وكل حبايبك، وبالهنا والشفا. شوفوا سلطة